الو. عيني. عيني. شلونك عيني؟ انت عيني لا تغلط. عيني. شلونك عيني؟ اقول لك هلا عيني. انت راح تجي من يم بيتنا لو لا؟ هسه استوني هذا اعزل واجي. اقول لك عود اريدك تجيب لي بلف صمون. صمون بلف؟ اي بلف صمون. ليش؟ يلا ما يخالف. يلا ايش بيك؟ اريد بلف صمون. يلا هاي. يلا هاي. اعطيك الفلوس لا تخاف، بس تجي اعطيك اياهم. صار عليك فرن. اطلبك فرن صار مال قونيتين. لا تخاف راح اعطيك اياهم كلهن. اليوم بحاسبك عليهن احسبك كان وحده. وماشي. يلا باي باي. هلا. هسه ذا ماكو شيء اسمه موبايل. كان ايش سويت؟ كان نزلت جوه واخذت من ابويا فلوس ولبست النعال. اوقف نسيت، الدنيا باردة، خل ارجع البس القمصلة واروح افتح باب الشارع واسد ورايا باب الشارع ويشوفني زعطوطي يقول لي علي شاكر. وبعدين اروح لابو الصمون الزم سره والقى سره الرجال واصل لابو موزه وسر النسوان فارغ وابو الصمون اللوقي يشوف مره يمشيها قبلنا. بس فعلا هذا التليفون انقاذ بكل سهوله. خليت صاحبي الزوج يجيب لي صمون. يعني حرفيا هذا التليفون غير حياتنا 180 درجه. تدري انت قبل لا يخترعون التليفون شلون كان الانسان يدز رساله؟ شلون كان شخص يتواصل ويا شخص؟ قبل اكثر من 30 ألف سنه كان الانسان يعيش بالكهوف وكان يرسم على جدران الكهوف حتى من يعوف الكهف ويطلع يصيد ويجون ناس ثانية على الكهف يعرفون انه اكو بشر ساكن بهذا الكهف. فبهاي الحالة وصل لهم رسالة، لان حرفيا قبل كان الانسان يعيش كله بالكهوف، ما عنده بيت اصلا، ما يعرف شيء اسمه بيت، فكان يرسم على جدران الكهوف ويوصل رسالة للناس الثانية. لحد هسه احنا بعدنا نستخدم هاي الطريقة بالعراق. بيو بيو بيو. ثاني طريقة كان يتواصل بها الإنسان القديم هي الدخان. نعم، الإنسان القديم كان يستخدم الدخان ويوصل به رسائل عن طريقه. وخصوصا الحضارة الصينية القديمة كانوا يشعلون دخان من يشوفون أكو عدو جاي من بعيد يهجم عليهم، وبهاي الحالة السكان من يشوفون الدخان يهيئون نفسهم ويسدون أبواب القلعة. فكان الدخان عبارة عن رسالة تحذيرية. بعدين الإنسان بدأ يتطور شوية وقام يعرف يقرأ ويكتب، فقرر يكتب رسائل بالورق، أو سوري ما كان مخترع الورق، قام يكتب رسائل على جلود الحيوانات. بس المشكلة شلون يوصل هاي الرسالة للشخص المطلوب؟ شلون؟ قرر يستخدم الحمام الزاجل. شلونهم المطيرتشية اللي دي يشوفوني؟ طبعا الحمام الزاجل حمام كلش ذكي، بحيث اذا ربيته ببيتكم وعلمته على بيتكم لو وين ما تشمره يرجع لك. حتى اذا انت كنت ساكن بمنطقة واخذت هاي الحمامة شمرتها بغير منطقة راح ترجع للبيت مالتك اللي انت ربيتها بيه. فكان قبل الانسان من يتعرف على وحدة ويحبها كان ينطيها طيور من عنده هو مربيهن، ومن تريد حبيبته تدز له رسالة تكتبها وتشدها برجل الحمامة مالته وتشمرها، راح الحمامة ترجع لصاحبها اللي هو حبيبها أبو يزن. وبهاي الحالة الرسالة راح توصل له: حبيبي أبو يزن، إيش وقت تيجي تخطبني؟ بابا راح يزوجني الفهودي أبو الطليان. زين بهاي الحالة هو شلون راح يجاوبها ويدزلها رسالة؟ بكل بساطة لازم هي هم تكون مطيرتشية ولازم تكون مربية طيور ببيتها، حتى حبيبها أبو يزن ياخذ كم طير من عدها ويخليهن يمه، ومن يريد يكتب لها رسالة يشدهن برجل الطيور مالتها ويشمرهن حتى يرجعن لبيتها. وسالفة شطولها يا عيون، شطولها ما أقدر أوصفها إلك. سالفة اختصرها إن هذا التليفون، طبعا قبل اختراع الهاتف كان اكو شيء اسمه ساعي البريد. هذا ساعي البريد هو موظف يشتغل عند الدولة، انت تكتب رسائل او تدز بريد هو ياخذهم منك ويوديه للشخص اللي انت رايد تدز له الرسالة. بس هم سالفة تضوج، يعني تخيل ابو يزن يكتب رسالة لأم يزن يقول لها اني احبك، بين ما يوصلها ساعي البريد ام يزن تطلع متزوجة وحامل وابنها بالاول ابتدائي. يا اخي صعبة من تدز الواحد رسالة كاتبها بورقة وما تدري قراها لو ما قراها، وصلت له لو ما وصلت له، انه بتنتظر يرد عليك، ما تعرف قراها الا يرد عليك. تخيل ماكو كان صحين لونهن ازرق مثل ما موجود هسه بالواتساب يخليك تعرف انه الشخص قرا الرساله لو لا. حرفيا الانترنت هو اختراع غير العالم بشكل مو طبيعي. صحيح اللي اخترع الانترنت شلون اخترع الانترنت بدون انترنت؟
بسنة 1989 تم اختراع الانترنت عن طريق شخص اسمه تيم بيرنرز. نعم، هذا هو الشخص اللي أسس الانترنت. هذا الشخص ما تعرف شو تقول له شكرا لو تروح تعضيده، لان يا اخي الانترنت ايش قد ما هو فايد العالم خصوصا بهالوقت، بس دمر هواية عالم. اكو هواي ناس تغيرت اخلاقها وخاضت تجارب غلط بسبب الانترنت. شوف الخلل هو بينا. أنا بالنسبة لي أعتبر الانترنت قدم فائدة للبشرية مو طبيعية، وانت المفروض إذا خوش آدمي راح تستخدم الانترنت بشكل صحيح، وإذا كنت مو خوش آدمي ومو ذكي راح تستخدمه بشكل خاطئ. أنا بصراحة ما مستخدم النت على مود أسولف بيه وأسوي صداقات وعلاقات ما لها داعي، مثل ما يسوي أبو يزن وأم يزن، بحيث الانترنت تقدر تتعلم منه كوما أشياء حرفيا. تريد تصير نجار؟ انترنت. تريد تصير حداد؟ انترنت. تريد تصير طباخ؟ انترنت. تريد صوتك يوصل لكل الناس حتى للقنوات؟ الانترنت. يعني تخيل لو ما هذا الرجال كان هسه انت ما قاعد تشوفني. اوكي، هو يعني ممكن تشوفني على قناة العراقية بس مو بكل وقت، احتمال بالاسبوع مرة، احتمال شهر وينتهي البرنامج مالتي، احتمال تطلع لك اعلانات وتلقاني لابس قميص ابيض وستره وقالب شعري صفح، هاي اذا بقى براسي شعر، احتمال 3 بالركب ما يعرفوني. الانترنت قضى على هواي قنوات تلفزيونية اللي يجبروك تشوف اللي هم رايديه، بينما هسه انت تختار تشوف اللي انت تريده، وهذا الشيء كلش حلو. تقدر تختار الاشياء المناسبة الك، مثل قناتي يعني. فلا تلوم النت، لوم نفسك. الانترنت خلاك تتسوق انت وقاعد ببيتك بدون ما تروح للسوق. الو بلا زحمه رايد، هاي البطانيه اللي عارضيها يمكم بالصفحه ايش قد سعرها بلا زحمه؟ يعني انت شنو ما عندك عقل؟ مو كاتبين السعر؟ بعدين انا عرفتك انت اللي تسال على السعر، والسعر مكتوب على الصوره وبالوصف وبالبايو، وحتى بالفيديو انا قلت سعرها 25,000. ليش تسألون على السعر والسعر مكتوب راح تخبل؟ الانترنت خلاك تشتغل انت وقاعد ببيتك حرفيا، بعد ما يحتاج اصلا تفتح محل مال ملابس، جيب ملابس وسوي لك صفحة واقعد بيع بيهن. وبالنسبة للاذكياء فالنت سهل حياتهم، اما بالنسبة للي ما عندهم عقل فهو خرب حياتهم. فانت من يا جماعة تجاربك ويا هذا الاختراع راح تحدد موقفك. مو عيب تغلط حتى اذا كنت ما تعرف تستخدمه، العيب مو على اللي يوقع، العيب على اللي يوقع وما يقوم. الشاي مو حلو، الشكر خلاه حلو، البيبسي ما يخليك تتريع، الغاز اللي بيه يخليك تتريع، الدولمة مو طيبة، السلق طيب، اليوتيوب ما بيه طعم، علي شاكر هو المحليه. عموما اليوم راح نحكي عن اختراعات غيرت العالم بشكل مو طبيعي، فشريد منك تروح تجيب عصير تشربه وتباوع على وجهي المي ينشبع منه. أخبل وجهي خبل، أنا إنسان أخبل، ويش هاليمال أنا أخبل، شنو هالخشم مسقون قلم. تعالوا شوية خلينا نحكي عن الحمام. انت باع لا تقول لي هو هذا موضوع، اي موضوع، انت انسان ما تقدر تستغني عنه. انت تدري الحمام من اهم الاختراعات اللي ابتكرها البشر، بحيث سوى طفرة مو طبيعية بالعالم. انت تدري قبل الانسان شلون كان يفوت للتواليت؟ قبل لا يخترع التواليت، قبل الانسان القديم ما كان عنده حمام بالبيت، اصلا ما كان اكو شيء اسمه حمام. فاذا الشخص انحصر سابقا وين يروح؟ ما تفكر انت هسه ارجعك قبل 2000 سنة انحصرت، وين تروح؟ شوف، قبل كان الإنسان يطلع خارج المدينة اللي هو ساكن بيها ويروح المكان بعيد يقضي حاجته ويرجع. هاي دا أحكي على الناس اللي مهتمة بالنظافة سابقا، يروح مثلا بصحراء ورا شجرة يسويها بعيدا عن المدينة، وكانوا يسمون هذا المكان بالخلاء. الخلاء يعني المكان الخالي أو الفارغ، والحدث اكو ناس تسمي المرافق أو الحمام خلاء. حمام معود حمام، فظلت هاي الكلمة لحد هذا وقتنا بعض الناس يستخدموها. فكانت معاناة ما أعرف شلون أوصف لك. تخيل كل ما تنحصر تروح المكان بعيد على مدينتك تسويها وترجع. بعد فترة من الزمن الإنسان قام يربي حيوانات، فشاف بعض الحيوانات تسوي حفرة بالقاع وتقضي حاجتها بيها ومن تكمل تدفنها، فتعلم الإنسان من الحيوان هذا الشيء، وقام من يريد يقضي حاجته يسوي حفرة ومن يكمل يدفنها.
لحد ما بدأت تتطور فكرة الحفرة، وصار الإنسان يتفنن بيها، يكبرها، يضيف لها أشياء، بحيث صنع لها مجاري. عمي ترى مو سهلة، صدقني. يعني هاي كانت من أصعب الأشياء اللي يعاني منها الإنسان القديم، خصوصا الإنسان اللي يهتم بالنظافة. شلون يروح للحمام وماكو حمام؟ تخيل اكو حاكم، اوكي طفت الكهرباء، نايس طفت الكهرباء بسنة 2000. شنو هاي؟ اجى الضوء هلا بالعيال. تخيل بسنة 2000 احنا بياسن حتى ما ادري، ما احسب يا اخي السنين تركض ركض، ما ادري احنا بياسن 2022. اوكي تخيل احنا هسه بسنة 2022 وبعد الكهرباء تطفى. ما اعرف يعني من يجيكم شخص من خارج البلد ويجي للبلد وتطفى عليه الكهرباء ما تخجل؟ يا ناس يا عالم اللي يشوفونا من خارج العراق، ترى احنا ما عندنا كهرباء، لحد هسه الكهرباء تطفى. احنا بسنه 2022 ما عندنا كهرباء يا عيال. اللي يشوفونا بالسعوديه بقطر كاس العالم مال قطر، شو احنا لحد هسه ما عندنا كهرباء. ماكو شيء اسمه كهرباء حبيبي، ماكو. احنا بعدنا ما مخترعين الكهرباء، واحنا حلقتنا عن الاختراعات. انت بس تخيل اختراعات غيرت العالم. حتى استحي احكي عن الكهرباء وش قد طورت العالم. استحي قاعد تشوفني مغوش، حتى الفوكس خربط، ماكو اضاءه يا عيال، ماكو اضاءه يا عيال، ماكو اضاءه يا عيال. انشقينا شق يا عيال. مرات تطب الحمام ماكو مي الا تشغل الماطور. منو يسب والله بخارج العراق يستخدم ماطور مال مي حتى يسحب له مي، يسحب مي يسحب مي. ها اجت الكهرباء، طجنا بهالهوله. جتي شغل ابو المولد. احنا عندنا مولد يشغل لنا، ما عندنا كهرباء حكوميه، احنا عندنا مولده خاصه حن وتشتغل. هاي احنا شو رايكم السعوديه؟ الامارات طجونا بضحكه. الكويت ابو يمعه طجنا بضحكه بالتعليقات. رحمه والديك طقنا 2022 ما عنده كهرباء. احصل مثل هذا ناشد جو بايدن دعت امك فد ترى ما راح اثر عليكم. ترضوها 10 مليون متابع تطفى عند الكهرباء؟ ترضوها يا ابو كندا يا حاكم دبي ابو دبي يا رحمه دينك دبي؟ اقامه ذهبيه. راسلت القنصليه ما ادري شو اسمها، ما ادري ايش قال لي روح بشرفكم وصلوها لابو الامارات. اقامه انقذوني. شو اسوي لكم؟ اسوي الحركات مضطهد مضطهد كلش منتهي. فتشي وضعيتي فتشي شباب. يعني بشرفك ترى باع هو ترى ما راح يسوي شيء انت بس هلو كان جيف علي شاكر الجنسيه. شو اسمها الجنسيه بالانجليزي؟ المهم يعني انت فهمت. طجونا بضحكه. المغرب موروكو نحبكم بزاف، ضحكوا علينا ما عندنا كهرباء. تخيل بس تخيلوا عمان جوردن يا زم مضحك علينا يا زم ما في كهرباء يا زم ما في كهرباء بالعراق 2022 ما في كهرباء. اناشد كل الوطن العربي يستضيفوني يمهم، لا راح ازوع. عطفوا علينا سووا لنا كهرباء بشرفكم، سووا لنا اي شيء. لو نقدي والله حتى فشل اقدي من العرب. يلا سنه مو كلنا عروبه واخوه وخابصينه والوطن العربي وينكم. نرجع على موضوع الحمام. تخيل اكو حاكم اسمه لويس الثالث عشر، صنعوا له حمام بسيط تواليت بسيط. من كثر ما كان فرحان بيه حطه قبال العرش مالته احتراما وتقديرا لهذا الاختراع، وظل مخليه قبال العرش يتفاخر بيه. لعد ايش قد كانوا يعانون من مشكله الحمام، لحد ما اجت سنه 1778 اجى مهندس اسمه جوزيف برايمه، هو اللي اخترع المرحاض اللي احنا هسه نستخدمه ونعرفه. وفعلا هذا المرحاض غير حياة البشر 180 درجة، وخلاهم يسووها ايش وقت ما يريدون بدون ما يتعبون ويروحون المكان بعيد. واكيد اول ما اخترعوه ما حد كان يملكه، واحتمال كان غالي او مخليه فقط باماكن عمومية، بس بعدين توفر وصار عند الكل، وهسه كل بيت بيه حمام خاص بيه. بعد شو تريدون؟ ايش عبالك عمي؟ ايش عبالك؟ الانسان القديم كان هواي يعاني من كوما اشياء، انت هسه مرتاح متونس. بما انه احنا حكينا عن المرحاض، والمرحاض يعتبر جزء من الحمام، تعالوا شوية خلينا نحكي عن الدوش. شلون كان الانسان يسبح يغسل؟ تخيل ما عندك دوش، شلون راح تسبح؟ شو تسوي؟ ما عندك مي حار بالشتاء، تانكي ماكو، سخان ماكو، الوضعية مليوصة. على فكرة احنا عندنا تانكي بالعراق، تخيلوا ب 2022 عندنا تانكيات بغير دول انابيب من الحكومة، شو وقت ما يريدون مي موجود. احنا لا حاطين تانكي بالسطح. ابو الامارات دبي احنا كل بيت حاطين فوق تانكي احمر نجمع نخزن بيه مي. ب 2022 نخزن مي. تخيل الدول وين وصلت، كلها المي جوا القاع. عندنا نهرين وبعدنا نخزن مي، نهرين دجلة والفرات، ونخزن مي فوق السطوح. وبالصيف المي يصمت صمت، اتحداك تسبح بمي التانكي، اتحداك يصلخ صلخ، شمس ترقع بيه ليل مع نهار.
واحتمال حتى حشرات وبزازين تشيت بيه، ما ندري ايش بدري هنا بالسطح. انقذوني من التانكي، مليت من التانكي، اريد انبوب، حالي حالكم، انابيب تفتح بورش وقت ما يجيك ما يجيك، مو حاط لي تانكي بالسطح ب 2022. نرجع لموضوعنا، شلون كان الانسان يسبح قبل اختراع الحمام او الدوش؟ الوضعيه مليوصه فول. احب اقول لك عزيزي المشاهد، قبل الانسان من كان يريد يسبح كان يروح للنهر. اي نعم، على مود تسبح لازم تروح للانهار، ماكو تفتح الحار لو البارد. النهر هو اللي يتحكم بالمي، الشمس تريد المي دافي يسبح الظهر، تريد المي بارد يسبح بالليل. بالشتاء خطيه، انت خطيه. ولهذا السبب الانسان القديم قبل كان دائما يسكن بصف الانهار. ولو تلاحظ عزيزي المشاهد، كل الحضارات القديمه القويه صارت بصف الانهار، مثل الحضاره المصريه كانوا عايشين يم نهر النيل. حضاره بلاد الرافدين اقدم حضاره بالعالم كانوا عايشين يم نهر دجله والفرات. ولهذا السبب قدروا يعيشون ويبنون حضارة وتبرز بعد آلاف السنين، وظل التاريخ يذكرها بسبب الأنهار. تخيل، على مود يسبحون، تخيل، هو مو بس يسبحون، حتى يغسلون ملابسهم ويزرعون بصفة ويسقون الزرع. ولهذا السبب حضاراتنا قديمة وقوية. بس قبل الإنسان كان يسبح فقط بالمي، ما عنده صابون ولا شامبو ولا منظفات. مشكلة، مجرد تطب بالمي وتطلع، خذ روحك بالمي واطلع، انسى كل شيء اسمه صابون. جيب لك صوف ماء طلي وسوي ليفه واقعد افرك نفسك بيه، ما اوصف لك الريحة. لو مسابح احسن. لحد ما يجوي العراقيين اللي ما عندهم كهرباء هسه بسنة 2022 وبعدهم يجمعون مي بالتانكي بالسطوح، وابو مي ارو يفتر بالشارع. ما عندنا مي صالح للشرب، واحنا عندنا نهرين. ابو الامارات، ابو قطر، ما عندنا احنا مي صالح للشرب، احنا كلنا نشتري مي بطاله، انا اشتري بطاله. عندنا نهرين، دجله والفرات. دجله بس اسم ظل دجله. نشف المي مالتنا، نشف، ما عندنا مي. يفتر بالشارع مي عارو. تخيل رجعنا العصر العباسيين، من كان بزمن سندباد يفتر واحد يصيح ماء بارد، يفتر يبيع مي. تخيل يا اخي، بتركيا كنت تشرب مي بس من البوري، ماكو، ليش تشتري الطالة اصلا؟ هو المي صالح للشرب. ماء بارد، مي عار. بعدنا رجعنا وين قبل آلاف السنين، احنا بعدنا ما متطورين شباب. طجونا بضحكه، طجونا الوطن العربي، طجنا لحد ما اجوا العراقيين قبل آلاف السنين، هم اللي اخترعوا الصابون. شنو رأيك بهاي المعلومة؟ نعم، الحضارة العراقية أو سكان بلاد الرافدين هم أول ناس صنعوا الصابون، وهذا الحكي قبل 2800 سنة قبل الميلاد. بس هم يا أخي الإنسان يحتاج حمام خاص يطب يسبح بيه، يحتاج خصوصية، مو كل العالم تباوع عليه. قبل الإنسان كان يوقف جوا الشلال ويسبح، ومنها ابتكر فكرة الدوش. الشلال كان أول دوش يستخدمه الإنسان. طوط بعد، تخيل، اسمع الطوط، اسمع الطوط، طوط هسه انزل لك، طوط راح انزل لك. كان اليوم واصله عندي فول، طوط بعد، طوط. اي بعد، اسمع شو تخلص الحلقه اليوم معتمده عليك. تيت انقذوني يا عالم، حسوا بيه. بعد عين العراق، يا عراق طلليه تمثلت هيثم يوسف وقاعد يمثلت علينا وهو عايش خارج العراق. ارحموني، ورحمه رياض، ارحموني يا عالم حسوا بيه، بعد عين العراق ايش ظل لي. هو كلهم خارج العراق فالتين. حسام الرسام، تحياتنا شيكاغو يابا. عندي وطن ظليت بس اشتاق. تعال شقيتني شق بالوطن، تعال اسكن يمي، تعال بصفي. تيت كل ساعة. فالشلال كان أول دوش يستخدمه الإنسان. فبمرور الوقت اتطور الإنسان وصارت الإمبراطوريات وانبنت القلعات، فقرروا الأغنياء يسوون لنفسهم حمام خاص بيهم بدون ما واحد يباوع عليهم. فقط الأغنياء. الفقير بعده على النهر والشلال بعده. راح تقول لي زين شلون سووا الدوش الأغنياء؟ ماكو دوش. الدوش كان عبارة عن عبيد يشيلون فوق راسهم مي ويديروه. صدق، يجيب له 4، واحد يدير فوق راسه مي وواحد يلهيف له بظهره، واي عايشين وخامطين الصابون من بلادنا، ومسوي لهم غرفة خاصة مسميها همام. خصوصا بزمن الفراعنة المصريين كان الدوش مالتهم عبارة عن خدم شايلين فوق راسهم طاسة مزروفة. ورا فترة الإنسان قام يسوي أحواض بالبيوت مالته، عبارة عن حوض كبير يسوي له حفرة ويخلي بيها مي حتى ما يضطر يروح للنهر يسبح، يسويها بداخل البيت مالته. بعدين اجوا اليونانيين القدماء صنعوا الدوش اللي احنا نعرفه. فالدوش غير حياة البشر 180 درجة.
باع. اسمع ايش بيك؟ بس قل لي ايش بيك. خل انزل له. الجداحة اقوى اختراع سواه البشر. النار منو يقدر يعيش بدونها؟ شلون تاكل؟ شلون تطبخ؟ شلون تتدفى؟ شلون تصنع؟ حتى الصناعة، صناعة الحديد تحتاج نار، حتى السلاح والسيوف يحتاج نار، حتى الذهب الزينة تحتاج نار بصناعته. انت تعرف الانسان شلون اكتشف النار اول مرة؟ من بحثت بهذا الموضوع كاتبين الانسان اكتشف النار عن طريق الصدفة. يقول لك بيوم من الايام صار برق من السماء ونزل ضرب شجرة، وهاي الشجرة اشتعلت، فالانسان شاف النار واكتشفها. واو. وهذا الكلام بصراحة ما قنعني، لأن أنا أؤمن إنه النبي آدم عليه السلام الله سبحانه وتعالى من خلقه ونزل للأرض هو أصلا كان يعرف شلون يشعل نار، لأن هو نبي والأنبياء يعرفون هاي الأشياء، ومن بعده علم أولاده شلون يشعلون نار. لأن شلون يعني النبي ما يعرف يشغل النار؟ معقولة كان ياكل اللحم ني لو كان ما يطبخ؟ فالفكرة أحسها غلط. فأنا أؤمن إنه النار موجودة وعلمها إن النبي آدم عليه السلام. أنت تدري إذا ما عندك جداحة إيش قد راح تعاني من تشغل النار؟ شنو ممكن تسوي؟ شلون تشغل نار بدون جداحة؟ اللي دا يشوفوني من غير دول، إحنا هاي نسميها جداحة، المصريين يسموها ولاعة. أنتوا شو يسموها ببلدكم؟ قداحة؟ الداحة؟ يكتبوا لي بالتعليقات. عموما حتى تشغل نار بدون الداحة تحتاج احجارتين وتضرب حجر بحجر، فراح يصير احتكاك، وهذا الاحتكاك راح يسوي شرارة، وهاي الشرارة لازم تحط جواها خشب ناعم مبروش، حتى من توقع عليه هاي الشرارة تبدي تنفخ عليها، من بعدها راح يطلع دخان بسيط من الخشب، وتظل تنفخ 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 لحد ما تشتعل النار. افتهمت شي؟ لا أنا هم. فشوف ايش قد طريقة صعبة حتى تشغل نار. هسه قبل شغل الطباخ اشتغل جاك النار. ايش بيك؟ رجع بس اللي يعرف شنو انت هورنك عاطل. ايش بيك؟ شنو الطريقة الصحيحة اللي لازم اسويها هسه؟ اطلع اتعارك وياه شو اسوي؟ يعني انت ست لو مو ايش تسوي؟ كافي تشلبت لطش ما مصدق عند السيارة. فالنار كلش مهمة خصوصا بالعصور القديمة، لأن كانت هي المصدر الوحيد للضوء، خصوصا كان الإنسان يعيش بالكهوف والكهف أظلم فيحتاج ضوء اللي هي النار، وكان يحتاج النار حتى يحمي نفسه من الحيوانات المفترسة. قبل كانوا البشر عايشين ويا الحيوانات، مو مثل هسه صارت مدن وانعزلت الحيوانات المفترسة وقامت تعيش بالغابات. يبا كانوا عايشين بغابات وهوسة ويجي صار لطش ما حد يعرف أخوه من ابن عمه. تدري من اخترع الجداحة؟ اخترعها شاعر ألماني اسمه يوهان غوته. تخيل شاعر طلع مخترع جداحة، أقربط. زين تدري الجداحة اخترعوها قبل الشخاطة؟ أدري بيكم كلكم عبالكم الشخاطة أقدم من الجداحة. غلطان، نفر غلطان. أول جداحة تم اختراعها بسنة 1823. بعد مرور 3 سنوات من اختراع الجداحة تم اختراع الشخاطة. فالجداحة أقدم من الشخاطة، وفعلا اختراع غير العالم 180 درجة. تريد نار؟ هاك هاي نار، هاي شوف نار، بس بدأ تشوف انت، بس ياكو نار اسمع نار. هاي بثانية واحدة تريد نار هاك. تروح هسه تكون ترجع للعصر الحجري تلقاه هيك يسوي، تقول له ايش بيك حبيبي هاك. سبحان الله. الثلاجة من أهم الاختراعات اللي شافها الإنسان. أنت حقك مواليد 2004 إن ولدت وأمك حطتك بصف الثلاجة، ما تدري الأقوام السابقة شلون كانوا عايشين بدون ثلاجة. أنت المفروض تسوي لك بحث كامل اسمه كيف أعيش بدون ثلاجة. أنت ما قاعد تعرف الثلاجة إيش قد مهمة بحياتنا. أنت بس تخيل بيتكم ما بيه ثلاجة، وين راح تحط الأكل؟ وين تضمه؟ شلون تحافظ عليه وتخليه ما يخرب؟ هسه أوكي لنفرض الأكل ما يخرب، بس شلون تحافظ عليه من الحشرات؟ انت ذا وقعت هسه بمطبخنا هذا وقع شويه شكر تلقى النمل ملتم ما اعرف منين يطلع. فتخيل قبل كانوا عايشين بالصحراء وترابه وخيم شلون لك يا اخي شلون؟ هسه اذا تطفى عندك الكهرباء يوم واحد وانت عندك ثلاجه، الاكل اللي بالبيت قبل يعفن ما يطول عندك يمكن يوم ونص. ابو الامارات ما عندنا كهرباء 2022 لكنه مرات يخرب. هيلب انتو BBC خذوا الفيديو. ترندنج وينكم ترندنج؟ تويتر هاشتاج انقذوا علي شاكر بالتويتر، ترند اريد يصير بالوطن العربي. اي شباب خلينا نضحك شوي، ايش رايكم؟ سوينا هاشتاج وحط هاي الصوره، اريد هالصوره تنتشر، انقذوا علي شاكر. تخيل تصير بشرفكم خل نسويها بشرفكم. هيك اريدكم يطبون يقولون شنو السالفه، شنو ايش بيه هذا؟ شباب بشرفكم خل نسويها. يا اخي تخيل ماكو ثلاجه،
مي بارد تحلم تشرب. صحيح شلون كان الانسان قبل يشرب مي بارد؟ حرفيا يمكن بحياته ما ضايق مي بارد، بحياته ما ضايق مي مجرش، بحياته حرفيا. عموما شلون الانسان كان يحافظ على اكل قبل اختراع الثلاجة؟ هذا السؤال المهم. شوف، قبل الإنسان كان يجفف الأكل. ما تعرف شنو يجفف؟ يعني ييبس، يجيب أكل ييبسه. ليش كان ييبس الأكل؟ لأن الأكل من راح ييبس راح تروح من عنده الرطوبة وتنشف كل السوائل اللي بداخله، فراح يكون صعب يعفن أو يخرب. لأن العفن عبارة عن ميكروبات تتكون بسبب الرطوبة أو المي الموجود بالأكل، فبما أنه الأكل يابس ما راح تقدر تتجمع هاي البكتيريا، ومعناها الأكل ما راح يخرب. الإنسان ذكي من زمان، مثل هسه الفاصوليا اللي نطبخها يابسة، لحد هسه نستخدم هاي الطريقة. اكو ناس تجيب بامية تيبسها وتضمها ورا فترة تطبخها من تنقرض البامية. او مثلا الطرشانة عبارة عن مشمش مجفف، الناس يطبخوه ويسووا مرقة حلوة وبيها لحم، واو. فالإنسان القديم قبل لا يخترع الثلاجة كان ييبس الطعام. الطريقة الثانية اللي كان يستخدمها الإنسان قبل اختراع الثلاجة هي التمليح. يعني يحطون ملح على الأكل، مثلا يجيب لحم يترسه ترس ملح ويضمه. راح تقول لي ليش يحط ملح؟ لأن الملح بمادة تسحب الرطوبة اللي ممكن تسبب بكتيريا بالأكل، بحيث الملح يخلي الأكل ما يخرب لمدة شهور طويلة. ثالث طريقة الإنسان كان يحافظ بها على الأكل قبل اختراع الثلاجة هي التخليل. هتقول لي شنو التخليل؟ التخليل يعني يحطون الأكل بنص الخل، مثل الطرش. يعني من تجيب خيار مثلا وتحطه بالخل، لو قد ما يبقى بالخل ما راح يخرب، صح يتغير طعمه يصير احتمال حامض، بس يبقى صالح للأكل، تقدر تاكله بعد فترة. وهاي الطريقة كانوا يستخدموها من يسافرون بالسفن، يجيبون خضروات ويحطوها بالخل وبعدين ياكلوها ويا خبز يابس، وبهاي الحالة يحافظون على أكل بدون ثلاجة. بس السؤال هنا، شلون كان الإنسان يشرب مي بارد قبل اختراع الثلاجة؟ معقول الإنسان القديم ولا مرة ضايق مي بارد؟ شوف حجي، الناس سابقا كانوا يحطون المي بأشياء فخارية، مثل هاي يعني المصريين يسموها القلة. شو اسمها؟ شو اسمها احنا بالعراق ما ادري. هاي الاواني الفخارية كانت نوعا ما تبرد المي، خصوصا من يضربها الهواء. كانوا يجيبون هاي يحطون بداخلها مي ويحطوها على مكان عالي بظل، يعني مثلا فوق البيت ويحطون فوقها ظل، ما راح يضربها الهواء، المي اللي بداخلها راح يبرد. هذا تتذكر بالعراق سابقا كانوا يحطون بالشوارع فتشي احنا كنا نسميه حب. هذا الحب نوعا ما مصنوع من فخار، وكان بعز الصيف من نشرب منه بالشارع تحسه بارد، مع العلم ما بيه ثلج. مجربين تشربون مي من هذا مو؟ شو تسووا؟ احنا نسميه حب. هسه انقرض، قاموا يحطون بالشوارع برادات. هم زين تطورنا وما بقينا على الحب، احنا بعدنا على التانكي، وكهرباء ما عندنا بسنة 2022. واو. راح تسألني تقول لي من اخترع الثلاجة؟ ماكو واحد مخترعها، لأن الثلاجة تطورت بشكل تدريجي، شوية شوية قامت تتطور. بالبداية صنعوا حافظة شلون من فلين، قاموا يحطون بها الأكل تمنع دخول الحرارة، بعدين قاموا يطوروها شوية شوية سنة ورا سنة لحد ما صارت الثلاجة اللي احنا نعرفها. فتبقى الثلاجة اختراع غير العالم 180 درجة، خلانا ناكل الأكل بشكل طازج لمدة أسابيع، بينما قبل كانوا ياكلون الأكل يوم بيومه. يزرعون مثلا يوميا يقطعوا لهم طماطية حتى لا تخرب وتبقى عندهم البقية. اكتب لي بالتعليقات، تقدر تعيش بدون ثلاجة؟ لو لا روح قول لأمك وأبوك، قول لهم شلون تحافظون على أكل إذا ما عندكم ثلاجة. خلينا نشوف شنو راح يجاوبوكم وشنو الطرق اللي يستخدموها. تحمس اسمع. دزولي بصمات مال أهلكم، دزولي بصمات على الانستا، خل اسمعهم ايش قالوا وش ردوا، بس كون قبل ما يشوفون الحلقة. السيارة، تعالوا نحكي عن السيارة، او بشكل عام نحكي على طرق النقل. انت تدري السيارة ايش قد ريحة حصونة؟ تدري السيارة ايش قد ريحة حيوانات؟ المطي، الجمل، وحتى الفيل. حتى الفيل معاه فوق قاموا يصعدون عليه. الإنسان من زمان كان دائما يحتاج يسافر، خصوصا قبل السفر ما بي جواز وفيزا وتذكرة، القاع واسعة، وين ما تريد تروح روح. فكان الإنسان سابقا 50% معتمد على التجارة وينتقل من مكان المكان. الإنسان من زمان كان مركز على سالفة السفر، وكان كلش مركز على تطوير هاي الشغلة بالذات. طبعا أول شغلة استعملها الإنسان للسفر هي الرجل. تخيل يظل ليالي وأيام وأسابيع وشهور يمشي على رجله، ومو بس يمشي وحده، لا، كان يمشي وشايل غراض على ظهره. قابل راح يلقى مطاعم مثلا بالطريق، ماكو، لازم ياخذ وياه أكل وشرب،
يكفيه طول الرحله، فكلهن كان يشيلين على ظهره، حتى الفراش اللي ينام عليه شايل على ظهره. فهنا قرر الانسان يخترع شيء اسمه المزلاج، عباره عن عربانه ما بيها تايرات، بس يجي ويا القاع ممسوحه ويا القاع، يخلي عليها غراض ويربطها ببطنه ويمشي ويسحلها. يقول لك احسن ما اشيل الغراض وكتفي يقوم يوجعني. بعد مرور فتره تعلم الانسان يروض الحيوانات، وهنا بدت معاناه المطي. قام يروض الحمار ويخليه يجر غراضه. عبالك لهنا وسكت؟ لا، قال هو ما طول شايل غراضي ليش ما يشيلني اني هم؟ فصعد هو وغراضه وجماعته على المطي. قام ما يعجبه يمشي. بعدين الانسان اتطور اكثر وقرر ينتقل عن طريق البحر، فهنا صنع السفينه. طبعا السفن من اقدم الاشياء اللي سافر بيها الانسان وانتقل بيها من دوله لدوله. تخيل من زمن النبي نوح عليه السلام اكو سفينه اللي هي سفينه نوح، والنبي نوح ترى بينه وبين النبي آدم عليه السلام فترة كلش قريبة مو طويلة، فتخيل السفينة موجودة يمكن من بداية البشرية لحد ما تطور الإنسان وتطور وقرر يخترع القطار بسنة 1769. تخيل من يا سنة موجود القطار. القطار يعتبر من أقدم طرق النقل الحديثة، أقدم حتى من السيارات، أقدم من البايسكل. تخيل العالم كانوا يصعدون حصن واكو شيء اسمه قطار. هذا لاعب لعبة Red Dead Redemption 2، الدنيا كلها حصونه واكو شيء اسمه قطار. فالقطار قديم كلش، والحد هسه الانسان ما يقدر يستغني عنه رغم وجود الطيارات والسيارات. القطار يعتبر اسهل واسرع وارخص وسيله للنقل، خصوصا بهالوقت صارت القطارات سريعه بشكل. احنا بالعراق الحدث يمكن قطارنا خربان، عبي الامارات ما عندنا قطار ترضاها؟ سيقول انا شو تورطت بيكم؟ كل من يحير بلده. بعدين بسنة 1876 تم اختراع أول سيارة بيها محرك، ومنها بدأوا البشر يرحمون الحيوانات ويسوقون سيارات، و24 ساعة يسوون حوادث. لو باقين على الحيوانات أحسن. وبعدين اجوا الأخوان رايت، 2 أخوان، بسنة 1900 صنعوا أول طيارة بالعالم، ومنها بدأ الإنسان يطير وعاف المطي بحاله. أنا ليش لهالدرجة مقهور على المطي؟ ما أعرف، أحسها خطية. فالطيارة اختراع من صدق غير العالم 180 درجة وخلاك توصل الغير قارة بساعات قليلة، بعد ما كنت تسحل بغراضك وتنتقل من مكان لمكان. سبحان الله العلي العظيم، علم الإنسان ما لم يعلم. تدري قبل اختراع الكاميرا كان الإنسان جنسيته ما بيها صورة؟ تخيل حتى الحرامي إذا رادوا يلزموه كانوا يجيبون رسام يرسم صورته، حتى إذا ما شايف وجهه يروح يسأل العالم على ملامحه ويوصفوا له ملامحه ويرسمهن على طريق وصف الناس إله. تخيل يجيبون رسام يرسم الصورة 200 مرة وينشروها على العالم. الكاميرا سهلت علينا هواي أشياء، مثلا خلتنا نراقب ممتلكاتنا وإحنا بعيدين عنها، مثل كاميرات المراقبة. خلتنا بعد ما يحتاج نقول منو من واحد يدق الباب، قبل نبوع على الكاميرا نعرف هذا منو. على شي تقول منو هو يقول لك أني. منو أنت؟ اني منو اني. حتى الغريب تقول له منو يقول لك اني منو. اني منو. افتح له القى غريب بس قال اني بصمه. كلمه السر اني، اذا ما تقول اني ما افتح الباب. بالي من ادق الباب على العالم واريدهم يفتحون الباب اظل ساكت، يظل منو. الكاميرا قللت هواي عمليات سرقه. قبل كان الحرامي يطب يخمط اي شيء يريده ويطلع، هسه ما يقدر. راح تقول لي عادي يقدر يتلثم. غلطان، انت نفر غلطان. ما يقدر، لان بكل مكان اكو كاميرات، حتى بالشوارع موجوده الكاميرات، حتى بفرع بيت الحرامي اكو كاميرات، بحيث من يطب الحرامي يبوق وهو متلثم يقدرون يراجعون كاميرات الشوارع كلها ويشوفوه منين اجى. بهاي الحاله راح يقدرون يلزموه ويعرفوه هو منو. تدري كاميرا الموبايل تشوه الوجه؟ راح اثبت لك باع منو اني انت منو. شوف احس وجهي ما ادري شلون بابا. شغل تسوي بالطول وات باع وجهي، باع وجه طوله طلع باع هنا. هذا وجهي الحقيقي شباب. شوف كيوت شوف بس هنا وات بابا يعني غلط تحس السالفه غلط. بهذا الشكل انت تشوفني هسه، بهذا الوجه تشوفني بالشارع، مو هيجي. مستحيل هذا بوجهي، هذا وجهي. مينو اني انت مينو. هواي اكو اسئله ببالي رهيبه، مثلا اكو هواي ناس عندهم ضعف بالنظر ويلبسون نظارات. زين سؤال، شلون كانوا عايشين الناس اللي عندهم ضعف بالنظر قبل اختراع النظاره؟ هذا سؤال بوم ما حد مفكر بيه. او مثلا شلون كانوا الناس يسوون عمليات جراحيه
قبل لا يخترعون المخدر، أو مثلا شلون كان الإنسان يبرد نفسه قبل اختراع المروحة أو المكيف، شلون كان الإنسان يمشي قبل لا يخترع النعال. هواية أسئلة ببالي، إذا حابين نجاوب عليها أسوي لكم جزء ثاني، أو نسوي هاي الحلقة سلسلة بالقناة بعنوان اختراعات غيرت البشرية. لا تنسون تتابعوني على الانستغرام، هذا حسابي، لأن احتمال أسألكم وأقول لكم اكتبوا لي اختراعات تحبون نحكي عنها بالحلقة الجاية، وتلقوا منها قصة حقه. أكثر شيء غير العالم بالنسبة إلي الدين. صلى الله عليك وعلى آل بيتك يا محمد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. الدين الإسلامي هواي غير حياتنا، هواي علمنا أشياء من صدق غير العالم. بعد ما كانوا العالم همج، اجى ديننا عدلهم. دا أحكي لك على الدين الصحيح، والدين الإسلامي يتقسم. الدين الإسلامي الصحيح اللي لو تبحث عنه دين محمد وآل محمد أهل البيت عليهم السلام، هو الدين الصحيح. لا أقول لك ولا تقول لي. الله أمير المؤمنين عليه السلام كان ايش قد يعرف أشياء، حرفيا كل شيء يعرف، كل شيء. أنا لو عايش بزمنه أقابله وأقعد أتعلم منه. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها. ماكو ما توصل للمدينة إلا تفوت من الباب. أمير المؤمنين. أنا بس أريد أعرف شلون أكو ناس ما عندهم ولاية أمير المؤمنين، شلون أكو ناس بتعتبره إمامها، شلون عايش مرتاح اصلا، شلون اكو ناس ما تؤمن باهل البيت عليهم السلام. اكو حديث عن الامام علي عليه السلام يقول بيه: والله لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبل الله منه الا بولايتنا اهل البيت. لو تصلي مليار سنه بالشط، صلاتك بالشط. شباب انتم تحبون تقرون احاديث اهل البيت؟ حديث عن الامام علي عليه السلام يقول: ما من يوم يمر على ابن ادم الا قال له ذلك اليوم. اليوم يحكي وياه، يقول له: يا ابن ادم انا يوم جديد وانا عليك شهيد، فقل في خيرا واعمل في خيرا اشهد لك به في القيامه فانك لن تراني بعده ابدا. ايه فعلا لازم ان انت تعامل اليوم معامله زينه، لان حتى اليوم يشهد عليك بيوم القيامه. امير المؤمنين عليه السلام يقول: اياكم والدين فانه هم بالليل وذل بالنهار. فعلا الدين صعب، لا تتعلمون تداينون دائما. شوف حتى بالطب عده احاديث، يعني شوف هسه مثلا هذا شو يقول لك: اطعموا صبيانكم الرمان فانه اسرع لالسنتهم. اكو وايد ناس عندهم اولاد ما يحكون بسرعه. الرمان كم واحد عنده، يعني هسه حتى بعائلتنا اكو ناس يعني عندهم اطفال بس ما يحكون، يعني عندهم صعوبه بالنطق. بس اقول لهم قبل راح اقول لهم اكلهم رمان. يقول لك: يا ولي الله يا املي أنت بعد الله متكلي، أنت خير الناس أجمعهم بعد طه سيد الرسل، أنت نفس المصطفى عظما يا أمير المؤمنين علي، نلت عند الله منزلة لم ينلها في الأنام ولي، بك صان الله دعوته وحمى الإسلام من هبل، يوم جاء الشرك مفتخرا يا ابن ود خاب من رجل، فدعا المختار من معه للقاء الفارس البطل. المختار اللي هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم دعاهم، قال لهم يلا من يقاتل؟ يقول لك: فدعا المختار من معه للقاء الفارس البطل، كل الأصحاب أصابهم خوف من ذلك الوعل. ايه خافوا طفروا، بقى بس أمير المؤمنين. وتمشى عمرو مختبطا، هذا عمرو بن ود العامر اللي ضرب أمير المؤمنين عليه السلام، وينادي: أين جنتكم؟ هيا للموت على عجل، فذهبت إليه منفردا تدعوه لصالح العمل. أمير المؤمنين راح له، فأصاب السيف مقتله وهو بالذل والفشل، فرجعت وأنت منتصرا. أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين علي. ايه تشدك هنا، ترى خلصت الحلقة. اوكي خلصت الحلقة، باي باي. نسيت سيمش بيدش ما حد يفيدك. أول جلسة يا سيمش بيدش ما يفيدش، سيمش بيدش ما يفيدش. اوكي سيمش بيدش باي باي. سيمش بيدش ما حد يفيدش، وتلقوا منه قصة حقه.